الرائعة ريمية من المملكة العربية السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حيف والله يا سعد يا خسارة، يا حيف والله يا سعد يا خسارة، عرفك وصدق يوم بانت خفاياك، 10 سنين وانت قلبي مداره يسري على دربك وينور بطرياك، 10 سنين وانت قلبي مداره يسري على دربك ينور بطرياك، شفق عليك وحاسبك بالنمارة حر وذخر، ولازم بيوم يلقاك يا ما نهوني عنك روس النعارة أبوي واخواني وذولاك، واليوم يومي طحت كيف الزيارة ما جت على بالك ولا رب يهداك. يا ما نهوني عنك روس النعارة أبوي واخواني وذولاك، واليوم يومي طحت كيف الزيارة ما جت على بالك ولا رب يهداك. خليت في نفسي وقلبي مراره ونست بقص الجوف حرت هواياك، خليت في نفسي وقلبي مراره ونست بقص الجوف حرت هواياك، اوجعتني وجعه وبروحي دمارة أبطي وانا نفسي تعاني سواياك، اوجعتني وجعه بروحي دمارة أبطي وانا تعاني سواياك. عزاه للي كان قلبه وداره لك روض وحوض وعلى الكل بداك. سلامتكم. خليك الشعر منيح الله يهديك. دربيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد مساكم أينما كنتم. مساء الخير أختي ريمية. مساك الله بالنور يا مرحبا والله. الله يطول في عمرك. في ذمتي يا مرحبا. احنا متشرفين بوجودك وأنت شاعرة معروفة في الخليج ومن الرعيل الأول يعني. الشرف الكبير لي أني أكون مع هالوجوه الطيبة الليلة، وعساني إن شاء الله أجمل الشعر النسائي وأجمل المرأة الشاعرة، وأنا طلعتي علشان أقول إنه فيه نساء قادرات على قول الشعر. جميل جدا جميل جدا. مشاركتك معنا اليوم إضافة لنا حقيقة يعني. الله يطول في أختي ريمية، في مانع لو طلبت منك أي قصيدة أنت تعتزين فيها وتتمنين تقولينها، لأنه أنا بمدحك الوقت النحلي. إيه نعم، إن شاء الله إني بسمع قصيدة من قصايدي، وعلشان المخرج ما يهوشني يا ليت ما تكون طويلة يعني. لا إن شاء الله ما تقول غبت غدا لليل في غيبتك هول، غبت غدا لليل في غيبتك هول، موحش تلاعبه خيالات واشباح، في كل شيء اشوف لمفارقي زول، شف زولك بجفني ولو غبت سراح، في كل شيء اشوف لمفارقي زول، شف زولك بجفني ولو غبت سراح. يا ما مع طيافك تونست بالقول، يا من سرب الروح يا ليل الارواح، واللي غفيت وحيك واقول معقول عود عن مراحه ولا راح. يلا يا ما مع طيافك تونست بالقول، يا من سرب الروح يا ليل الارواح، واللي غفيت وحيك واقول معقول عود عن مراحه ولا راح. كم في ظلام الخوف تمتمت بذهول، يا نوف صوت ابوك في مسمعي صاح. الله. كم في ظلام الخوف تمتمت بذهول، يا نوف صوت ابوك في مسمعي صاح، وابقى توحى الصوت وارجيه ويطول صبري وننطر منك داعي وصياح، من هاجس غيابك على حد مسلول روحي، ودمع الصمت في حرقتي باح. من هاجس غيابك على حد مسلول روحي، ودمع الصمت في حرقتي باح. لو هاتفك جاني وانا فيك مشغول، خفقت له خفقات مدعي بملواح. لو هاتفك جاني وانا فيك مشغول، خفقت له خفقات مدعي بملواح. متى عيونك فجر لي نوره يقول، الصبح زول في عيون الرجلاح. سلامتك. صح
صح لسانك. طول عمرك. اختي ريمية، حقيقة أنا ما عندي ملاحظات على قصيدتك. أنا من المحازين لشعريتك، يعني من القدم، من أول ما كنا نكتب حنا الله وخالد يسلمك. السبيعي الله يذكره بالخير، نعم. وفي مجلة أخبار الأسبوع، واحنا كنا من اشد المعجبين فيه. أعطي نعم. الكلمة لأخوي موسى إذا عنده ملاحظة. أخت ريمية، قصيدة مباشرة نعم. جميلة، إلقائك زادها جمالا. أعجبني بيت يا ما نهوني منك روس النعارة، أبوي وإخواني وذولا وذولاك. تعبير جميل، معاني جميلة. أشوف أنا أن هناك فرق بين الشعر والقصائد أو والقصيدة. صحيح. القصيدة هي كلمات جميلة موزونة مقفاة، نعم. أما الشعر فهي الصور الجميلة، صحيح. الإبداع، روح القصيد. نعم. هذا ما وجدناه في قصيدتك. الله يسلمك. أتمنى لك التوفيق. شكرا لك. اختي جزاك ريمية، الله. يعطيك العافيه انت والخوات المشاركات. النص طبعا، قبل النص اهنيك على الالقاء الجميل. طبعا مش مستغرب عليك كاسم نسائي لك حضورك في الساحه. عن النص، طبعا نص تقليدي فيه من الجزاله والمعنى كثير. طبعا دخلتي دخول مباشر من خلال العتب على الصديق، واللي اكد اللي هو خذل صديقه خصوصا في وقت الحاجه له، في الضيقه اللي عاشها. طبعا رفض الصديق اللي هو اصيب في الحادث، عدم التصديق في ان الشخص هذا صاحبه لا يستحق الصداقه طبعا، وما استمع نصيحه الاشخاص اللي ربما كانوا يجربوه علاقته فيهم او عن تجربه. طبعا باختصار قصيده ادت المعنى المطلوب. فقط بس تعيدين البيت الاخير الله لا يهينك. عزاه للي كان قلبه وداره، لك روضن وحوضه على الكل بداك. يعطيك العافيه. كان ودي قلتي بس في البيت هذا: عزاه للي كان قلبه وداره، عزاه للي كان قلبه وداره، لك روضن وحوض وعلى الكل بداك. نعم. كان ودي قلتي: عزاه للي كان قلبه وداره، لك روضن وحوض على الكل بداك. شاكر لك. الواو فقط نقلتيها. شاكر لك حضورك. شكرا طال عمرك. شكرا. الله شكرا. يسلمك.